السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى تاني يوم العيد وولادي حكموا عليا الا لازم ايه اعمل لهم اكل بيتي. يا جماعة ريحونا، انا طول رمضان واقفة متبهدلة خالص. لا مفيش فايدة، ما بياكلوش من بره. المهم كان عندي الرومي الابيض الكبير ده لو عارفينه، دبحته كده وكنت مقسماه وده وركي منه. جبته بقى كده غسلته كويس وبعدين شكشكته كده بالسكينة علشان منه يستوي ومنه التتبيلة تخش جواه. وتتبيلة حلوة بقى، بصلاية وطماطماية ولو عايزة بقى قرن فلفل بقى جميل عليه كده ومعلقة صلصة زي الفل. المهم تبلته وحطيته بقى زي ما انتوا شايفين كده في الايه، في الفرن. الرز بقى الطريقة بقى بالرز اللي هو البسمتي ده انا عملته بطريقة جميلة كده. مبدئيا كده انا حطيته ايه يتسلق، وهنا بعمل ايه سلطة رايب. ده اساسي كده جنب الرز اللي هو الايه البسمتي. بتبشري لها جزرايه خيرايه وفص توم مع نعناع بقى كده، ويا سلام لو كزبره وزبادي ورايب زي ما انتوا شايفين كده. تمام، بتحط لها بقى سنه ملح كده بين ايديكي، وسنه فلفل لو ايه لو حبه، ورشه نعناع ناشف. كان هنا الرز السلق زي ما انتوا شايفين كده وصفيته. معلقه سمنه بقى كده وقالب ماجي لو عايزه تستبدليه باي ملح تاني او توابل تانية. تمام كده. هنا الرز انا كنت صفيته زي ما قلت لكم وحطيته ايه، قلبته بمعلقه سمنه ومعلقه زيت كده علشان الرز ياخد ايه الماده الدهنيه بتاعته. خلاص كده انا كنت شمعته بشويه ميه. وهنا ده زعفران اصفر، زعفران اللي هو البودر ده يا جماعه لو عارفينه، وده الزعفران الاحمر. ولو مش لاقي الزعفران الاحمر لانه غالي شويه، بتجيبي لون غذائي او اللون الجلي من عند بتاع الحلواني زي ما انتوا شايفين كده. انا كترت بس يعني ايه بالغت شويه في الالوان، بس كان روعه بصراحه. حمصت شويه سوداني وشويه زبيب بقى كده وكاجو بقى لو عندك، والحاجات الجميله بتاعتك ديت. وهنا كنا غرفنا. شايفين بقى انا ما حطيتش اي ماده دهنيه في الورك بتاعنا، هو نزل كل الماده الدهنيه بتاعته. انا بس حطيت الايه التتبيله بتاعتنا وبس. والسوداني رشيت بقى زي ما انتوا شايفين، والزبيب. كان حاجه روعه بجد بجد، يعني كانت حاجه جميله جدا جدا. لو وصلتوا للفيديو بقى من هنا لحد دلوقتي بقى، يا ريت تحطوا لي ايه سبسكرايب وتفعلوا الجرس. ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا تحت القناه اشتركوا، فعلوا زر